السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بجمهور أكبر قلعة رياضية في مصر والوطن العربي، جمهور نادي الزمالك العظيم. أهلا بكم مع إسلام أبو مازن، أهلا بكل جمهورنا العزيز. يا رب كلكم تكونوا في أحسن صحة وفي أحسن حال. النهاردة كالمعتاد هنتكلم عن أخبار الزمالك وكل مدار داخل نادي الزمالك. وعنوان الحلقة النهاردة يا نيازي وأم نيازي، الله يرحم الفنان حسن حسني. لكن لايكاتكم يا زملكاويه مهمه جدا عشان خاطر الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن من جمهور نادي الزمالك العظيم، فضلا وليس امرا. دوس لايك نبدا اخبارنا النهارده. ومبدئيا كده هقول لك على اللي يخص نادي الزمالك مع اقتراب مباراه مهمه امام نادي سيراميكا كليوباترا. تدريبات نادي الزمالك النهارده شهدت جلسه بين كريستيان جروس ولاعبي نادي الزمالك، واتكلم فيها مع كل اللاعبين، وقال للعيبه اللي ما شاركتش الفتره اللي فاتت مع جوزيه جوميز، قال لهم الاتي: قال لهم انسوا اللي فات، انسوا الصفحه اللي فاتت واقفلوها خالص وطوها وركزوا في اللي جاي. اي لاعب هيجتهد هيكون مكانه معايا في التشكيل الاساسي. مفيش لاعب هفضله عن لاعب، اللاعب اللي هيجتهد قدامي في التدريبات هو اللي هيشارك معايا. نقطه امل جديده وتحول جديده قالها جروس للاعبي نادي الزمالك. ده غير انه كان مبلغ الاداره زي ما احنا عارفين انه هيقرر من هنا لحد يناير من يمشي ومن يقعد، ملوش دعوه بالتقرير اللي سابه جوميز قبل ما يمشي. ده كان كلام عاقل جدا من كريستيان جروس. كريستيان جروس اللي عايز اقول لك انه اعتزل التدريب ورفض عروض كتير قبل ما يجي نادي الزمالك، مش قاعد عواطلي. كريستيان جروس اللي كان بيرفض اصلا يطلع يعمل مقابلات صحفيه كان استكفى، لكن لما الزمالك قال له تعالى ساب كل حاجه وجه. صدقوني الناس في سويسرا مش مصدقه ان جروس رجع درب تاني، جاي عشان بيحب الزمالك. جروس لما المستشار مرتضى منصور اعلن اقالته او اعلن عدم التمديد عقده، راح في حفله بيلعبوا مباراه وديه كده، كان نازل في الملعب وعادي جدا ومش زعلان، بل بالعكس لما حد جاب جون قعد يشاور كده ويقول زمالك زمالك. حد من بره قال له ايه؟ اهلي اهلي، راح مبرق له وعامل له كده. زملكاوي بجد وبيحب الزمالك كريستيان جروس. عبد الله السعيد للاسف عنده كدمه في العضله الضامه، كان خد خبطه في الماتش وكلنا شفنا في ماتش المصري اللي فات، وفي احتمال انه يغيب امام نادي سيراميكا. ازمه كبيره، ازمه كبيره في وسط الملعب. انت تعرف ان النهارده اي لاعب ممكن يغيب ما عدا اتنين، اي لاعب ممكن اتخيل غيابه ما عدا عبد الله السعيد واحمد زيزو. هل يا ترى هيعالج الموضوع ده ازاي؟ اول مطب بيقابل جروس في تدريب نادي الزمالك هو اصابه عبد الله السعيد. عبد الله السعيد خد تدريبات تاهيليه في مران اليوم، وربنا يشفيه ويعافيه، امين يا رب العالمين. ناصر ماهر والاباتشي شيكابالا خاضوا جزء من التدريبات، جزء، فكده ناصر ماهر ممكن ما يكونش موجود. شيكابالا بنسبه كبيره مش هيبقى موجود، شيكابالا لسه شويه، لكن ناصر ماهر. طب كنا عايزين نعوض غياب عبد الله، طب يا ترى يا جروس هتعمل ايه؟ يا جماعه كل الدعم لجروس، ما تحكمش عليه من الاول، الراجل لسه جاي بيقول بسم الله. نتمنى له التوفيق ان شاء الله باذن الله تعالى. استاذ هاني شكري كان في الكويت في اتحاد الكره الكويتي، وتم دعوه من الاتحاد الكويتي لعمل مباراه بين الزمالك واحد الانديه الكويتيه ان شاء الله قريبا، واستلم درع من الكويت هناك وكده. يعني كان في تضامن في العلاقات بيننا وبين الاتحاد الكويتي. واذا كان الاتحاد الكويتي هيقول لنا تعالوا نلعب، هيقول لنا تعالوا نلعب ليه؟ عشان الزمالك اكبر قلعه رياضيه، بل بالعكس بطل ابطال افريقيا كمان. يعني مش بطل ولا اكبر قلعه رياضيه بس، لا، بطل ابطال القاره بفوزه بالسوبر الافريقي. الزمالك فخر 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 فوق ما تتخيل، فخر جامد، فخر كبير. طيب الفتح السعودي سريعا كده، هو جوميز بدأ يشتغل ولا ايه؟ صحيفة الرياض السعودية قالت ان الفتح السعودي بيستهدف التعاقد مع مروان عطية لاعب النادي الاهلي. الكلام ده جامد قوي قوي قوي. ايه يا جوميز انت هتشتغل ولا ايه على الاهلي؟ طب كده نقول لك ماشي، ابعد عن لعبتنا، مالكش دعوه بينا يا عم الحاج. بص بقى، مبدئيا حاجه اغرب من الخيال، ولا احنا بنتجنى على حد ولا بنتبلى على حد. النادي الاهلي لك ان تتخيل في 15 يوم لعب مباراه وهيلعب الثانيه. لعب مباراه مع باتشوكا شكشوكا، وجه هيلعب مباراه ثانيه يوم الاحد القادم مع شباب بلوزداد في افريقيا في دوري الابطال. لعب مباراتين بس
في 15 يوم. الاهلي، الاتحاد الكره المصري ورابطه الانديه كانوا عاملين حسابهم انه هيلعب يوم الاربع زي النهارده كده مع نادي ريال مدريد وهيصعد للنهائي، فعشان كده مأجلين له. طب الاهلي اتغلب خلاص وخلصت الحكايه وخلصت الروايه. الاهلي اتغلب، ايه اللي يتم؟ المفروض بقى انت من يوم السبت لحد يوم الخميس تقدر تلعب بدل المباراتين 3. يا عم مباراتين، اجلوا له لحد يوم الاحد، يعني في 15 يوم يلعب مباراتين، وبتقولوا احنا جايبين شركه المانيه وشركه مش عارف ايه لتدريب الجدول، ترتيب الجدول. بتضحكوا علينا، بطلوا بقى صرف فلوس على الفاضي، ما انتوا عارفين اللي فيها. طب حد هيقول لي انت بتتجنن على الاهلي، انت متحمل عليه. طب هقول لك مثل بسيط. من 3 ايام نادي بيراميدز لاعب نادي الترجي التونسي، يوم السبت اللي فات لاعب نادي بيراميدز. خلاص بيراميدز لاعب الترجي التونسي في دوري ابطال افريقيا. لك ان تتخيل ان يوم الثلاث لاعب مع نادي الاتحاد السكندري في رابطه الانديه في كاس الرابطه. لعب ايه يعني ما يلعب؟ لا بس هوب ستوب، ده كان بيلعب بره اصلا، كان بيلعب الترجي في تونس، يعني جه من السفر ريح يوم ولعب التاني. حد اتكلم؟ حد اعترض؟ لا ما اعترضوش، لعبوا. طب ليه ما عملتوش معاهم زي الاهلي؟ يبقى هنا بنقول ان النادي الاهلي هو النادي الوحيد في مصر الذي يستفاد من تاجيل المباريات، مع ان الانديه الاخرى بتلعب في بطوله افريقيا. هتقول لي اصل الاهلي يا عم ما هو لعب في البطوله اللي كان بيلعب فيها دي، بطوله المحيطات والانهار والبحار والكلام ده. لا، لعب مباراه واحده وعنده مباراتين في الدوري مع سموحه وتاجلها له، وعنده مباراه مع انبي في الرابطه وتاجلها له. طب لعبوا واحده فيهم. يا نيازي قول له منيازي الاهلي بتاجل له ماتشات عمال على بطال، مهما جابوا بقى شركات المانيه، شركات سويسريه، شركات من بير السلم، الشركات دي مش هتعمل حاجه. مش هننسى ان استاذ احمد دياب رئيس رابطه الانديه قال للشركه الالمانيه دي مش هنلعب الاهلي، هنأجل له. طب انت جايبينهم ليه؟ طب عشان ايه؟ يا منيازي قولي للكل، ما تقوليش لنيازي بس، ويا نيازي قول له منيازي. الله يرحم الفنان القدير حسن حسني. مبدئيا جلسه وديه بين زيزو وكابتن حسين لبيب لما كانوا في المغرب بعد الظلم الكبير اللي حصل لزيزو طبعا، وكلنا شفنا ان هو كان المفروض ياخد احسن لاعب في افريقيا وادوها لويليامز حارس مرمى نادي صن داونز. جلسه جمعت ان هم ان شاء الله بعد ماتش سيراميكا هيقعدوا وخلاص يمضوا العقود والدنيا هتبقى تمام ومفيش اي اختلاف وكل شيء يبقى على ما يرام، وزيزو يجدد 3 سنين خلاص. بل بالعكس، الناس اللي بتتكلم على الفلوس، زيزو مش هياخد اعلى حاجه. ثانيا زيزو بس كل اللي هياخده فوق الراتب بتاعه او فوق العقد بتاعه اعلان هيعمله الاستاذ هاني بيرزي، ويعتبر الاعلان ده مع التجديد كمان او مع المقابل المادي اللي هياخده. يعني من هنا لهنا زيزو ان شاء الله يكمل مسيرته داخل نادي الزمالك. زيزو في نظري هيبقى احسن اسطوره داخل نادي الزمالك بالارقام ان شاء الله. زيزو من اللعيبه اللي بتعشق نادي الزمالك. زيزو قال لكابتن حسين لبيب انا مش عايز اسيب نادي الزمالك، ما تخلونيش امشي. مش ما تخلونيش امشي، انا اللي همشي، لا انتوا اللي هتمشوني، ما انت مش هتجدد لي. حد هيرد عليا ويقول لي يا اسلام ده طالب كتير. لا والله 40 مليون جنيه او 45 مليون او بالاعلان 50 مش كتير لزيزو. انت لو اشتريت لاعب بمقاومات زيزو من بره هتجيبه اقل حاجه بمليون ونص دولار، اقل حاجه مش هقول لك 2، يعني ب 75 مليون جنيه، وهتديله في السنه اقل حاجه مليون يعني فوق ال 50. انت اصلا معكش تجيب، وزيزو منك وعليك. سواء جددت له وجيت تديله مقدم تعاقد مش هيبقى اكبر حاجه، هتديله راتب شهري، ولو فوتته شهر وشهرين مش هيقول لك حاجه، مش هيجري، مش هيشتكيك. زيزو اصيل، حافظوا عليه على قد ما تقدروا. زيزو بينفع وهينفع الزمالك لسنين قدام، يعني هو نافع الزمالك وهينفع الزمالك لسنين قدام. بخصوص جروس، الناس بتسأل بتقول جروس عايز 4 صفقات، وقال انا عايز مهاجم وجناح وعايز كمان وسط ملعب وعايز مدافع. يا ترى هم مين؟ لا هو مش يا ترى هم مين او قال مين، هو لسه ما قالش اسماء. جروس اداره الزمالك هتجيب له
دول متاحين، شوف عايز مين. إدارة الزمالك بعد ما تجيب له، هو لو في باله لعيبة يقول عليها هينفذوا له الكلام. ففي كلا الحالات وفي كل الحالات إدارة الزمالك وعدت جروس إن هو هيجي له صفقات، منتظر تنفيذ الوعد. جروس لما جه نادي الزمالك يا جماعة قال كلمتين، قال أنا مش جاي عشان بيبقى معايا سكواد ضعيف واخسر بطولات وتتحسب عليا تجربة وابقى التجربة فشلت. هاتولي صفقات عشان ادعم، عشان اجيب بطولات. وإدارة الزمالك وعدته بكده. لازم إدارة الزمالك توفي بوعدها. ادعموا جروس، ادعموه. محدش يقول عنده زهايمر ومش عنده زهايمر والكلام الفاضي ده كله. جروس اول ما راح مسك شالكه بسبب كلمه الزهايمر، اول ما راح ضرب شالكه لسه رايح جديد ما يعرفش الاسامي كلها، فراح منادي على اسلام بدل ما يقول اسلام مثلا قال يا احمد. فالناس قعدوا يضحكوا في التدريبات ويقولوا عنده زهايمر ويهزروا معاه، والزهايمر ده ولا ايه؟ لكن ده لسه جاي جديد. انا لو رايح ادرب فرقه ما اعرفهاش او ما اعرفش لعبتها مش هحفظ الاسامي بسرعه، فشيء عادي يعني ومسكوها. لكن جروس مخه يوزن بلد. جروس مدرب كبير قوي، ادعموه بس ما تحكموش عليه في الاول. لسه ده دخل على حاجه صعبه، دخل اصابه ناصر ماهر، دخل في اصابه عبد الله السعيد، يعني الدنيا مش احسن حاجه. بس هنشوفه هيتعامل ازاي مع مباراه سيراميكا. على العموم هو بدا يتفرج على سيراميكا، ادوا شرايط فيديو وان شاء الله ينفذ المراد ونقدر نكسب ان شاء الله. مصطفى الزناري هيبقى كمان، هو كمان لسه مصاب. مصطفى الزناري من اكتر اللعيبه اللي بيجي لها شد في الدنيا، ما اعرفش هل العضله بتاعته باظت ولا ايه صراحه. يلعب ماتش يتصاب التاني، لو لعب ماتشين ما بيكملهمش يرجع يتصاب. ده بقول لك على اللي فيها. ده بخصوص مصطفى الزناري، شوفوا حكايته ايه، لانه محسوب عليا لاعب، مش بقلل منه لكن بيتصاب كتير والله يا جماعه. عشان الزمالك حب في قلبنا هندعم نادي الزمالك، مش هنتخلى ابدا عن نادي الزمالك، ودائما وابدا في ظهر نادي الزمالك الى ان ينتهي بنا العمر. اترككم في رعايه الله وامنه وحفظه، ولكم مني خالص حبي وتقديري واحترامي، وان شاء الله قدم افضل. عشان الزمالك حب في قلبنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا احسن واعظم واوفى جمهور في الكون، جمهور نادي الزمالك العظيم، اكبر قلعه رياضيه في مصر والوطن العربي.